السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على موضوع حلو جدا، وفعلا هيفوتك الفيديو لو ما سمعتهوش. اسمعيني بقى وبتركيز. في حاجة محتاجة توقفيها فورا، وهي انك تتعاملي مع نفسك وكأن فيكي مشكلة. لا، مفيش حاجة غلط فيكي، ومفيش حاجة ناقصة، ومفيش حد في الدنيا من حقه يخليكي تشوفي نفسك أقل. إحنا ساعات بنعيش يومنا كله وإحنا شايلين فكرة جوه دماغنا إن أنا فيا حاجة غلط، عشان فلان سابني، أو فلان خانني، أو فلان ما قدرش وجودي. بس الحقيقة، اللي يمشي ده اختياره، واللي يوجع ده تصرفه، وأخطاء الناس عمرها ما كانت تعريف لقيمتك. عايز أقولك حاجة، وهتكملي معايا فيها. عيشي حياتك وكأنك أقوى شخص على الكوكب. مش كبرياء، لأ، لكن ثقة. عيشي وكأنك إنسانة كاملة وتمام، ومفيش فيها حاجة تتلم أو تتصلح. اوعى تفضلي تفتكري اللي سابك، اللي خذلك، اللي كسرك، لأن طول ما الفكرة دي في دماغك، نفس التجارب هتفضل ترجعلك. ليه؟ لأنك بتدي عقلك رسالة إنك مش كفاية، فبيفضل يدورلك على مواقف تحسسك بنفس الإحساس. اسمعيني، عيشي وكأن مفيش حاجة غلط فيكي إطلاقاً. بطلي جلد ذات، بطلي تعششي في بالك إنك محتاجة تصليح. لما تدخلي الحالة دي، حالة إنك بخير وإنك قد الدنيا، ساعتها كل حاجة محتاجة تطهير أو رحيل أو شفاء هتطلع لوحدها. الحاجات اللي محتاجة تسيبيها هتظهر، الحاجات اللي محتاجة تسامحي فيها هتحسي بيها، الحاجات اللي محتاجة تتغلبي عليها هتقف قدامك. وده طبيعي. ده مش ضعف، ده معناه إنك بتكبري، إن روحك ابتدت تنظف وبتطلع اللي وجعها عشان تسيبه. كل حاجة بتطلع طلعيها، ما تخزنيش، ما تدفنيش. اعملي الشغل اللي لازم يتعمل، وابعدي عن أي حاجة بتستنزفك. وساعتها روحي تاني لأفضل صورة لنفسك، الصورة اللي ربنا خلقك عليها، النسخة اللي جواكي اللي لسه ما طلعتش كلها، النسخة اللي قوية وهادية ومليانة نور وبتعرف قيمتها كويس. وعايزة منك حاجة، اقفلي ودانك عن أي صوت بيقلل منك، وفكري كويس. كم مرة قمتي بعد ما وقعتي؟ كم مرة حد كسرك ورجعتي وقفتي؟ كم مرة افتكرتي إنك مش هتقدري وقدرتي؟ انت مش ضعيفة، انت مش قليلة، انت مش غلط. هقولك بصوت عالي وهفكرك بيها كل يوم لو عايزة. مش فيكي أي غلطة، ولا يوم هتكوني غلطة. انت قصة كاملة، ولسه بتكتبي أحلى فصولها.